السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أمينة المطبخ. إن شاء الله تكونوا أحوال جيدة إن شاء الله يا ربي. جبت لكم وصفة لنهار اليوم، صوص الكراميل. نبداو نمروا على المقادير. بسم الله. عندي لهنايا كاس سكر عادي، ربع كاس حليب، ملعقة زبدة كبيرة، ليستخي كراميل اختياري موش ملزوم عليا. نمروا على بركة الله. نجيبوا نيجرة او كسرونه اللي عندكم، نفرغ كاس سكر، نحطو يتحمس. راني لهنايا شعلت له الفرن على نار جد قليله، ونستناو حتى يذوب لنا السكر ديالنا، طبعا بالتحريك المستمر. السكر بدا يذوب، راني منقصه الفرن باش ما يتحرقليش السكر. نخلطوه جيدا حتى يذوب ويعطي لا كولور كلير. منحبهاش فونسي تجي فيها بنت شغل السكر نحرق لنا. هاوليك السكر ديالي راه يذوب، شكل لي حبيبات، استناوهم حتى يذوبوا ما تقلقوش. هايليك الصوص ديالي ذاب كامل السكر، ولات ستان صوص. نضيف لها ملعقه الزبده. هايليك نحرك جيدا، ثم نضيف ربع كاس ديال الحليب ونطفوا الفرن. هايلي ما تخلعوش كي تشوفوا هكا عادي. الفرن هنا راه طافي. هايليك صوص. نضيف لها قليل من ليستخي كراميل قطرة، نحرك للذوق فقط، قلت لكم اختياري. هايليك صوص الكراميل بعد ما بردت، شوفوا كيفاش جا القوام تاعها. هايليك شوفوها كثيفه، تقدروا تلصقوا بها لي صابلي، اي حاجه تجي في بالكم ديروا بها من الفلون، تزينوا بها الكيكات. لا عجبتكم وصفه نهار اليوم ما عليكم الا ديروا لي جيم القناه، تشتركوا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في وصفه جديده ان شاء الله.